واش المغرب غادي يعاود يكتب التاريخ ضد كندا، ولا المنتخب الكندي غادي يفجر واحد من اكبر المفاجآت في كأس العالم؟ اللي كيشوف هذه المباراة على انها سهلة للمغرب ممكن يكون غلط، ويكون غلط بزاف، حيت في هاد الادوار ما بقاوش الاسماء هما اللي كيربحوا، كتربح التفاصيل والشخصيه والتركيز. اللي مركز بزاف هو اللي غيربح، واللي غيفهم من التركيز يفهم التركيز على الشبكه، حيت كنوصلوا شحال من مره حتى البوطو وما كنديروا والو. صحيح المغرب عنده جوده، عنده ثقه، وعنده تجربه كبيره من المونديال ديال 2022، ولكن قبل ما نحكموا على كندا بانه منتخب سهل خاصنا نعرفوا واحد الحقيقه، بانه هذا المنتخب تبدل بزاف، تبدل المدرب ورجع ليهم النجم ديالهم، وبزاف ديال اللعابه اللي تبدلوا. هاد التفاصيل كاملين غنهضر عليهم في هذا الفيديو. وإلا دخل المغرب بالعقليه ديال ورا كندا خبيز، تاهل مضمون، المفاجاه تقدر توقع وثقوا بيا. اليوم غادي نهضروا على كل شيء، على التاريخ، شنو تبدل في كندا من 2022 حتى لدابا، شنو القوه ديالهم، شنو نقاط الضعف ديالهم، واهم حاجه شنو خاص محمد وهبي يدير باش يقود الاسود للربع النهائي. اسمع 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 والدرم اسمع اسمع. السلام عليكم الدراري والدريات، معكم برولي فيديو جديد. يلاه بادين وكتثقوا فيا، وكنشوف بزاف ديال الفولورز وبزاف ديال الكومونتيرات زوينين وبزاف ديال لي لايك، بزاف ديال لي شير. شكرا بزاف على الثقه ديالكم فيا، شكرا بزاف حيت كتشجعوا واحد يلاه بدا ما عنده لا سيبورت لا والو، كتشجعوا وتدعموه حيت المحتوى زوين ونقي، والمحتوى 100% عائلي. ما نطولش عليك بزاف، ابوني ديالك ونبداو. دابا خليونا نرجعوا شويه لواحد الليله اللي ما ينساها حتى مغربي. المونديال 2022 المغرب ضد كندا، الفوز ديالنا ب2-1 وتأهلنا كمتصدر المجموعة. ديك المباراة ما كانش مجرد 3 ديال النقاط، كانت لحظة أعلنت فيها المغرب للعالم حنا ما جيناش غير باش نشاركوا، حنا جينا باش ننافسوا على كأس العالم. ومن بعد شفنا شنو اللي وقع، الصباليون خرجات، البرتغال خرجات، والمغرب وصل حتى للنصف النهائي ديال كأس العالم. حيت كاينين شي ناس كيقول لك راه داك الشيء اللي وصل ليه المغرب راه ساهل حنا غنديروه. المهم راه حنا باقيين حاضينكم. المهم الانجاز اللي ما كانش غير مغربي، كان افريقي وعربي وتاريخي. ولكن خاصكم تعرفوا بانه حتى شي واحد ما كيبقى ديما عايش غير على الماضي، لانه كرة القدم ما كتعرفش شكون غير اللي ربح البارح، كتعرف شكون اللي ربح حتى اليوم، شكون اللي داخل بثقة، وشكون اللي واجد تقنيا وذهنيا، وشكون قادر يتحمل الضغط ديال 90 دقيقة. وكندا اللي غنواجهوها دابا ماشي هي نفس كندا ديال 2022، وهذا المنتخب اليوم دخل بطموح اخر، ماشي فقط باش يلعب مزيان ولا باش يشرف كندا ولا تحنا مشاركين وصلنا هنا بالحظ، ولكن داخل باش يطيح بالمنتخب ديالنا ويوصل النهائي ديال كأس العالم. ولكن فين بالضبط تبدلات كندا؟ هذا هو الجزء اللي غنبدا به دابا. الا بغينا نفهموا هذه المباراة خاصني نعطيك واحد المعلومة مهمة تعرفها قبل ما نبدا، بانه خاصك تفرق ما بين كندا ديال 2022 وكندا ديال 2026. واول حاجه داروا الكنديين من خرجوا في 2022 بدلوا المدرب، وكتعرف لامباكت ديال المدرب على المنتخب. بحال دابا الركراكي راه ماشي هو وهبي، راه المنتخب كامل تبدل. المهم في 2022 كان عندهم جون هيردمان، مدرب اللي كيعتمد اكثر على التنظيم، اللعب المباشر والمرتدات. ولكن اليوم بدلوا المدرب وجابوا دليشي مارش، وهذا المدرب هذا ماشي بحال المدرب اللي قبل، مدرب اللي هو باغي يدخل يلعب مع كره. فهمتي كلشي هو عنده فحال باغي يدخل، ما باغيش لك اللعبه ديالي يدخل بحال اللعب ديال الركراكي يرجع كلشي اللور ويعطيك كره وحنا نلعبوا على المرتدات. لا، داخل حتى هو داخل بثقه، وتا هو باغي يلعب، وتا هو باغي ماركي، وتا هو باغي كورنيرات، وباغي كوفرات، وباغي كلشي. واكثر دليل نقدر نعطي لك بانه هذا المدرب كيلعب بالطريقه هذه، سير شوف كوبا امريكا في 2024 كندا وصلت حتى النصف النهائي، وهذا كان من ابرز الانجازات اللي دار المنتخب الكندي في التاريخ ديالو، عمرو داير هاد القضيات. المهم دليسي مارت خاصكم تعرفوا بانه الاسلوب ديالو ما فيهش الضحك، كيبغي يلعب ديك الكره قاصحه، كيعطي اللعابه ديالو يلعبوا قاصحين، ما تدخل تكون اغريسيف، عنده واحد القوه عاوتاني في ذاك الانتقال المباشر، مثلا من الدفاع حتى كتلقاه عندك في بوطو، ما كيخافوش من ديك اللعبه ديال لا عندك نطلعون ونخافوا ما نرجعوش، لا طلع
وهذه اول حاجه. ثاني حاجه ولات عندهم الثقه، مبقى لك المنتخب اللي كتعرف لا دابا راه تا هما واصلين في حالك في حالهم، الدور 16 ضربوا لي سود افريقيا، لعبوا ماتشات زوينين، عمروا لي قطر، المهم منتخب عنده ثقه دابا. ثالث حاجه هي الخبره. في 2022 راه كانت من الاول كانت بزاف ديال اللعابه في المنتخب اول تجربه لهم عمرهم مشاو المنتخب، دابا لا ولات عندهم خبره. واخر حاجه وبغيت نزيد على هادشي كامل هو البطل ديالهم سميتو الفونسو ديفيس، رجع لهم من بعد ما كان معطوب. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، في الدفاع ديال كندا كله تبدل ديال 2022 ماشي ديال هو 2026. المهم المنتخب ولا عنده تكتيك ولا عنده قوه هجوميه ماشي كيف كان في 2022. ولكن خليني نقول لك اخطر سلاح عند كندا وهو اللي كيخلع المدرب وهبي. اي واحد كيقول بانه هذا الماتش هذا غيكون سهل خاصو يراجع الحسابات ديالو، حيت كندا عند 3 ديال الاسلحه واضحين بزاف وخطيرين. اول وحده فيهم هي السرعه. اي كرة كتضيع في وسط الميدان، اي تمريرة ناقصة، اي خطأ في البناء كتحول في ثواني لهجمة خطيرة بزاف. كتلقى 3 4 حتى ل5 غاديين كيجريو الله اللي عطاهم، رجليه واصلين ليه حتى لكتافو باش يقصدوا الشبكة. يعني المغرب ما خاصوش يخطأ في المناطق الحساسة، وهذه انا نقدر نطمنك عليه، حيت بالنسبة للوسط انا كنتحمل المسؤولية ديال هذا الكلام اللي كنقول. حنا عندنا احسن وسط كاين في الكوكب. ثاني حاجه الضغط العالي. كندا مبقات لها كتفرج من اول دقيقه كتضغط عليك، كتخوفك، كتخنقك وكتجبرك دير قرارات سريعه. الا خرجتي الكره بتسرع تضيع، الا مثلا تبانيكيتي وتخربقتي تضيع، الا ما كانش عندك واحد التنظيم بين الخطوط غادي تعاني معاهم. ثالث حاجه واخر حاجه هي القوه البدنيه. كيف قلت لكم قبل المدرب ديالهم كيخليهم يلعبوا واحد اللعب اللي هو اغريسيف، تقاتل على كره، ما تخليهاش تدوز بلا ما تقاتل معاه، المهم تقاتل. هذا هي الطريقه كيفاش كيفكر المدرب. المهم المنتخب الكندي هو من المنتخبات اللي هو قوي في الصراعات الثنائيه، كيجري بزاف وكل متر كتربحو في التيران تقدر تربحو بصعوبه كبيره بزاف. وزيد عليها النقطه اللي هي مهمه بزاف، كندا ما كتخافش من الاسماء. بالنسبه لهم مواجهه المغرب ماشي ضغط ولكن هي فرصه باش يقولوا للعالم حنا راه ماشي غير منتخب مشارك، حنا راه منتخب قادر يصنع الحدث. ولكن منتخب كامل بلا عيوب ميمكن. رغم الخطوره ديال كندا وهذا الشيء كامل اللي قلت لك، وكيف قلت لك بانه ما كاينش شي منتخب كامل 100%، ضروري كاينين العيوب. فهي اخطر عيب عندها كتخلي المساحات تعطي الفرص للمنافس. كيفاش؟ اي كره غتضيعها في الوسط، اي خطا في البناء كياخذوا كره كيطلعوا كاملين، ملي كيطلعوا كاملين كيخلي لك اول نقطه ضعف المساحات في الخلف. تخيل معاك الا عرفنا نستغلوا هذه الفرصه غادي نعمروهم. ثاني نقطه اللي هي التنظيم ديال الدفاع ماشي ديما ثابت. شي الدفاع ديالهم الا ضغطتي عليه بزاف تخيل معايا بنادم كيفقد التركيز، كيبداو يبانوا الفراغات وكيولي الدفاع ديالهم اقل هدوء ماشي كيفاش بداو. اخر نقطه هي الصبر كيقتلهم. الى المغرب فرض الاستحواذ ديالو وباينه غيفرضها، حنا نقدروا نفرضوا الاستحواذ مع اي منتخب. شتي فرنسا وحنا نستحوذوا على كره معاهم، المهم هذه خدها من عندي وانا جايك. الى المغرب فرض الاستحواذ ديالو وخلاهم يجريو ورا كره بالتدريج غيبدا يبان العيا عليهم، حيت هما كيضغطوا بزاف. الا بقيتي شاد عليهم كره غادي يعياو وهنا غادي يبداو يخرجوا من البلايص ديالو. ولكن هنا خاص المغرب يكون ذكي، ماشي كل هجمه خاصها تكون بسرعه، مرات الصبر مرات كره اللور، وهذا هو السلاح الحقيقي. حيت كلما دارت كره اكثر كلما كندا غادي تبدا تفقد التنظيم ديالها وغادي تبدا تعيا وغادي يبداو يخرجوا من بلايصهم. وهنا فين كيبان الفرق ما بين منتخب متسرع ومنتخب اللي عنده اكسبيريونس. يعني السر هنا ماشي فقط في الهجوم، السر هو تعرف كيفاش تسرع وكيفاش تهدن وكيفاش تماركي. واللي قليل اللي غيهضر عليها هو واش هاد النوع ديال المباريات كيتحسموا بتفاصيل صغيره ولا لا. دابا نوصلوا للمغرب ومستر محمد وهبي اللي عطى المنتخب واحد الشخصيه مختلفه.
المغرب ولا كيضغط بزاف ولا كيحتفظ بكره بزاف، وما بقاش هذاك المنتخب اللي كيتسنى حتى الخصم يخطأ باش حنا نردوا عليه. وهنا بالضبط كاين الحل. الا المغرب بغى يربح خاصو يدير هاد 4 ديال الحوايج. اول حاجه ما يعطيش كندا المساحات، اي متر تخليه لهم غادي يستغلوه وغادي يحاولوا يدخلوا على اكثر. ثاني حاجه الكره خاصها تخرج شويه عليها، ما بلا ما يبدا يتسرع بنادم. الضغط ديال كندا اوف كورس غيكون قوي، واخطر حاجه هي تدلو مع داك الضغط ديالهم بالضغط ديالك، غتولد انفجار. الاستغلال ديال الكره الثابته خاص تعرف بانه في هذه المباريات اللي وصلنا لهم دابا، في هذه الادوار اللي وصلنا لهم، راه كورنير خاصو يكون بيت، راه خطا واحد كره ثابته وحده راه كلهم يطلعوا، راه هما كيطلعوا بسرعه خارقه. وعقلوا على هذه الهضره اللي كنقول لك، ما كتعرف كيفاش تلقاهم عذبونو. واخر حاجه هي التواصل بين الخطوط، وهذه النقطه اللي ممكن تكون حاسمه ضد منتخب بحال كندا. اي مسافه كبيره ما بين الدفاع والوسط غادي يستغلوه مباشره، وغادي كيف كنقولوا حنا بالدارجه غادي يضرب لك الظهر. والضغط وعاوتاني الحاجه الاخرى ديالهم هما كيضغطوا كمجموعه، ما كيخليش لك واحد لا ملي مثلا كيوقع الضغط كلهم كيطلعوا. وهذا التوازن ديالهم اللي كيكون عندهم القدام كيخربق الدفاع. كتبدي كتولي مثلا انت كمدافع كتلو بانه عندك كيف قلت لك الدفاع والوسط، وكيبان لك مثلا شي واحد الكره كيبان لك 5 ولا الوسط، ما بين الوسط والدفاع راه كتولي كترتابك انت كمدافع ولا انت كواحد من الوسط كترتابك. ولكن كيف قلت لكم ما تخافوش من هذه القضيه، حنا بالنسبه للخطوط ديالنا ان شاء الله غنكونوا مزيان، وهادشي كامل غيرجع للعابه ديال الوسط وغيرجع للتكتيك ديال مستر وهبي. واهم حاجه خاص الا سجل المغرب ما خاصوش يتراجع بواحد الشكل اللي هو مبالغ فيه، وهادشي ما تخافوش عليه حيت وهبي عارف هادشي. وهبي ما غيلعبش بهذيك الطريقه اللي كنا كنعرفوها قبل ديال كنماركيو وكنرجعو حنا كاملين اللور ولا نديرو بحال هولندا معانا. لا، حنا غنلعبوا كره وغنلعبوها معاهم حتى ل 90 دقيقه. المطلوب ان شاء الله من اللعابه هو يكونوا مركزين، ويكونش واحد اندفاع زايد وما يكونش واحد الرجوع زايد، وتكون الشخصيه ويكون الذكاء في اتخاذ القرارات، ويكون التوازن في الايقاع. واللي وصل للشبكه خاصو يماركي. الحاجه المهمه اللي بغيت نقول لكم، واخا كل شيء في هذا الكوكب كيرشح بانه المغرب غادي يربح، واخا التاريخ كيرشح بانه المغرب غادي يلعب، واخا اللعابه كنرشحوهم حيت هما احسن من ديال كندا، واخا المدرب كنقول بانه احسن من ديال كندا، ولكن راه من هذا الشيء كامل شنو اللي غادي يحسمها؟ هي 90 دقيقة اللي فوق التيران. المغرب اليوم ما بقاش منتخب كيبحث على المفاجآت، ما بقاش منتخب كيباغي يبين المنتخبات الاخرين حنا راه واعرين. المغرب ولا واحد المنتخب اللي كيتعامل مع كل شيء باحترام، كل شيء ولا كيفكر ويخطط، وكاع تلقاه كيتهرب من المنتخب ديالنا. مهم كنتمنى التوفيق للمنتخب، وكنتمنى من المنتخب يكمل المسار ديالو. وعلاش لا، راه بزاف ديال المغاربه ولاو طامحين نديو كوب دي موند، والحمد لله بهاد اللعابه اللي عندنا وبهاد المدرب اللي عندنا كنقول بانه غادي يمشيو ان شاء الله مزيان، وغنقولوا الكلمه ديالنا، وكاع الله يحفظ الا وقعت شي حاجه غنخرجوا حنا بوجهنا احمر، قدمنا مستوى كبير في العالم. ونتمنى الفوز للمغرب. وما نطولش عليك بزاف، الى عجبك الفيديو ما تنسانيش ابوني، ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف على التتبع ديالك.